عمرك فكرت ايه هو الفرق بين الفاكهة والخضار؟ طب ايه رأيك بقى ان في فاكهة مش فاكهة وفي خضار طلع فاكهة؟ تعالوا نعيد حساباتنا من اول وجديد ونعرف ايه الفرق. بصوا، القاعدة بتقول ان اي حاجة فيها بذور وطالعة من زهرة فدي فاكهة، اي حاجة غير كده هي خضار. بس احنا بنمشيها على حسب الطعم، اللي طعمه حلو بنقول عليه فاكهة، واللي طعمه حادق او مر بنقول عليه خضار. يعني مثلا الطماطم اشهر خضار في الدنيا، لكن هي في الاساس فاكهة، لدرجة إن في أمريكا زمان حصلت قضية علشان يحددوا هي فاكهة ولا خضار، وفي الآخر قالوا عليها خضار عشان بتطبخ، لكن هي في الحقيقة فاكهة، ما هي فيها بذور وطالعة من زهرة. تاني حاجة عندنا الخيار من عيلة البطيخ والشمام، يعني فاكهة. تالت حاجة البتنجان، في 100 نوع من البتنجان حول العالم، وفي دول بتاكله كفاكهة فعلا. عندنا برضو البسلة فيها بذور وطالعة من زهرة، وكمان البسلة أصلا لما بتتقطف بتبقى مسكرة، كل ما بيعدي عليها وقت بعد ما تتقطف بتفقد سكرها، فهي من الفاكهة. والغريب برضو اللي هنستغربه البامية من الفاكهة، ما طلعتش من الخضار. وفيها مادة اسمها ميوسيلاج، ودي بتساعد على الهضم وبتهدي المعدة. بس خد بالك، مفيش دليل قوي أو الدراسات ما أثبتتش إنها فعلا بتفيد المفاصل زي ما الناس بتقول. وبرضو عندنا الذرة، كل حباية فيها هي بذرة، يعني انت كده بتاكل ثمار كاملة. والغريب بقى الزيتون على الرغم ان طعمه حادق فبنقول عليه خضار، بس هو فاكهة عادي جدا. والغريب برضو الافوكادو مش حلو بس فاكهة، وفيه دهون مفيدة جدا للقلب. وبرضو معانا الفلفل بكل انواعه حتى الحامي منه طلع فاكهة. ما احنا اتفقنا بقى، هي مش بحتة مسكر وحادق او مسكر ومش حلو. تمام، هي اهم حاجة ان هو طالع من زهرة وفيه بذور. طب والفراولة فاكهة صح؟ استنى، الفراولة علميا مش فاكهة حقيقية، لأن البذور اللي عليها من بره هي دي الثمار الحقيقية مش اللب اللي جوه. يعني الفراولة حالة غريبة كده. الخلاصة إن في خضار طلع فاكهة وفي فاكهة ما طلعتش فاكهة أصلا. والدنيا مش ماشية باللي احنا متعودين عليه، لأن العلم ليه رأي تاني خالص. قول لي بقى إيه أكتر حاجة من اللي احنا قلناها دي صدمتك؟ كنت فاكرها خضار وهي طلعت أصلا فاكهة. أنا بالنسبة لي الزيتون كان أغرب حاجة. واستنوني بقى فيديو جديد ومعلومة جديدة، ومع ألف سلامة.